بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الكيكه. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت 5 كوبايات دقيق، وجبت كوبايه زيت، وجبت فانيليا، وجبت 5 بيضات، وجبت بقى كوبايتين سكر تبع الرغبه، بقى السكر لو بتحبوا الحاجه مسكره انتوا مزاجكم بقى. وجبت المحسن الكيك ده كيك شيف اهوت. حطيت كل المكونات اللي معايا كده على بعضها في المضرب، زي ما انتم شايفين كده. بضربها كويس اهوت. كل المكونات حطيتها اهوت، وبضربها في المضرب لحد ما تنعم معايا خالص. وهضيف برضو شوية لبن كده بسيطين، بس هضيفهم بقى على ايه؟ على الشوكولاتة. انا اعملها نصها شوكولاتة ونصها ايه، نصها شوكولاتة ونصها ابيض. انتوا شايفين كده اهوت. بضربها بعد بقى بعد المضرب اهوت، بسرعه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بسرعه لحد ما يضرب كل المكونات ديت مع بعضها اهوت. سرعت المضرب اهوت. بعد كده بقى هحط المحسن الكيك اهوت. هضيف نصه هنا والنص التاني على اهوت. واكون مجهزه بقى الشوكولاته، برضو هضربها برضو مع بعضها، واضيف عليها شويه لبن. وقبل كده هنخل الشوكولاتة عشان لو فيها حاجات مكلكعة او حاجة بنخلها اهوت. جبت بقى الصينية، فرغت نص اللي معايا اهوت بالشكل ده. كنت مدهنة الصينية بقى هي زيت، وحاطة كده شوية دقيق عشان ما تلزقش. وبعد كده بقى هضيف بقى الشوكولاتة، بس بعد ايه ما نخلها. شوكولاتة خام عندي اهوت. هنخل الشوكولاتة كويس، وبعدين هضيفها على بقية المكونات اللي معايا اهوت، وهضربهم تاني مع بعض اهوت. هنخل الشوكولاتة عشان لو فيها حاجة يعني كده تطلع منها. شوكولاتة، ما هي كاكاو شوكولاتة، ما هي كاكاو شوكولاتة، شوكولاتة خام او كاكاو خام اهوت بالشكل ده. وهضيفها تاني بقى في المضرب لحد ما تتجانس مع بعضها. وبعدين هضيفها بقى عشان هعملها نص شوكولاتة ونص ايه، فانيليا. انتوا شايفين كده دخلتها اهوت خلاص بالشكل ده. هضيفها بقى في المضرب تاني عشان اخلطها مع بقية المكونات اللي معايا، اللي انا عشان انا قسمة الخليط اللي معايا نصين. نص ضفته في الصينية، والنص التاني هخلطه مع الكاكاو اهوت. بعد ما نخلته بقى زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما نخلته بقى بالشكل ده، هضيفه بقى على بقية المكونات اللي كانت معايا اللي انا سايباها، عشان انا قسمت الخليط نصين، نص في الصينية ونص هخلطه مع الكاكاو. بعد كده اعمل ايه، نص كاكاو ونص فانيليا. نص الكاكاو ونص فانيليا هخلطه جامد اهوت على الدرجة العالية. بعد ما اخلطه بقى هضيفه على الصينية زي ما انتوا شايفين كده. اعمل نصها كاكاو ونصها فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. ضفت اهوت الخليط كله على بعضه واضربه مع بعض اهوت. وبعد كده هضيفه في الصينية، واحط بقى الصينية في الفرن. ادخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 180، وهسيبها بقى 45 دقيقة في الفرن. مش هفتح عليها خالص عشان ايه ما تهبطش مني الكيكة. بعد 45 دقيقة بقى هطلعها من الفرن. هضفت لبن اهوت على الكاكاو عشان الكاكاو تقل معايا، فضفت اللبن عشان تخليه سايل كده معايا اهوت بالشكل ده اهوت. ضفت كمان شوية لبن عشان الكاكاو تقل، فعشان ايه يخليه سايل كده معايا. بعد ما الخليط كله يتجانس مع بعضه بقى افردهم بقى في الصينية، نص فانيليا ونص شوكولاتة. بعد ما حطيت بقى اللبن اهوت عشان يبقى سايل معايا، هضربهم بقى. هضرب اللبن تاني مع بقية الكاكاو، لسه معايا شوية كاكاو، هضربهم كلهم مع بعض لحد ما يبقوا سايلين كده ومتجانسين مع بعض مع اللبن.
وبعد كده بقى هفرده في الصينيه وادخله في الفرن. هدخل الكيكه بتاعتي في الفرن على درجه حراره 180. انا مسخنه الفرن قبل ما اعمل عشان الفرن يبقى سخن. وبعد كده هسيب بقى الكيكه معايا 45 دقيقه في الفرن. مش هفتح على الفرن عشان ايه، هتبعها من بره من الازاز كده. اتبعها من بره لحد ما تستوى، وهسيبها 45 دقيقة. مش هفتح عليها لما ال45 دقيقة يعدوا وما الاقيها قبت كده وحمرت من الجنوب. ههدي على النار بقى ل 130 درجة، واسيبها بقى في الفرن لحد ما تكمل السوا بتاعها، واخرجها من الفرن. اسيبها بقى لما تبرد وهوريها لكم. بعد ما تبرد بقى هوريها لكم. احط بقية المحسن الكيك اللي معايا اهوت على الكاكاو برضو اهوت. حطيت بقية المحسن اهوت. انا قسمها نصين، نص على نص الفانيليا والنص على التاني بتاع الكاكاو اهوت. هضربهم مع بعض وافردهم بقى في الصينيه في نص الجهه التانية. انا عم سايبه نص فاضي، نص فانيليا ونص شوكولاته. واعمل كده بقى واعملهم بقى في الصينيه كده. وبعدين اعملهم بالسكينه، اعمل الكيكه كده بالسكينه زي ورده عشان ايه، تبقى متجانسه مع بعضها الشوكولاته مع الفانيليا. وبعد كده بقى ادخلها في الفرن. وبعد ما اطلعها من الفرن بقى هوريها لكم، وهتبرد هقطعها معاكم وهوريها لكم اهيت. فضيتها في الصينيه اهوت. فضيتها في الصينيه وفي الجزء الفاضي اهوت بالشكل ده، وادخلها بقى الفرن. وكان طعمها تحفه، طعمها جميل وقبه وجميله وهشه وخفيفه اهوت بالشكل ده. انا عامله في صينيه كبيره لان انا عامله 5 كوبايات دقيق و5 بيضات، وعامله كوبايتين سكر وكوبايه زيت كبيره. والسكر بقى تبع الرغبة. ممكن لو انت متحبش الحاجة مسكرة قللوا السكر. لو بتحبي اكتر من كده بقى في السكر تحطي 3 كوبايات حطي اهوت. انا عاملة صينية كبيرة اهوت بالشكل ده، عشان كده عاملة 5 كوبايات دقيق و5 بيضات وكوبايتين سكر وكوباية زيت كبيرة، وحاطة فانيليا ومحسن كيك اهوت. بس اهم حاجة في الكيكة التسوية، تسويها على درجة عالية من في الفرن يعني على درجة 180. وتسيبيها 45 دقيقة في الفرن، وما تفتحيش عليها النار، ما تفتحيش عليها الفرن خالص لغاية ما الوقت بتاعها يفوت. 45 دقيقة عشان ايه، تبقى تبقى رافعة معاكي وحلوة ومستوية من جوه دخلتها الفرن على الشبكة. واظبط بقى التايمر بتاع البوتاجاز على 180 درجة. وبعد ما بتقبل بقى وتحمر اهوت ظبطتها على 180 بين المية بين 190، وعاملاها في النص بقى 180 قبت بنتابعها من بره من الازاز. قبت واحمرت من الجنوب، احمرت برضو. بس لسه الوقت لسه 10 دقايق، اما الوقت بقى يعدي لسه 10 دقايق وتكمل السوا بتاعها فتحت عليها استوت بعد ما استوت بقى هسيبها تبرد وهقطعها بقى معاكم. بالشكل ده شفتها بقى وتبعتها لقيتها استوت من جوه كمان بالسكينه كده. طلعت السكينه نظيفه. هقطعها بقى معاكم وهقلبها برضو قدامكم، برضو هقلبها من تحت وهرجعها تاني زي ما انتوا شايفين كده وما تبرد بقى هقطعها واوريها لكم. كان طعمها تحفه لو عجبكم الفيديو بقى، انا بحبكم جميعا يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايكات والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار مني بالفيديو الجديد اللي انا بعمله. وبشكر كل اللي سأل عليا وانا تعبانه. يا ريت اكون عند حسن ظنكم يا حبايبي. واللي لسه بقى مشتركش في قناتي يشترك، بقى في قناتي يشترك. واهم حاجه تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديو الجديد اللي انا بعمله. واللي لسه مشتركش بقى يشترك بالشكل ده. قطعتها قطعناها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده رافعه وجميله ومستويه من جوه وجميله وطعمها تحفه. قطعناها بقى وكلناها كان طعمها تحفه. اوريكم بقى خرطه منها دلوقتي اهيت بالشكل ده قطعناها. ما تنسوناش بقى باللايكات على الفيديو. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الكيكه النهارده اللي احنا عاملينها، يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس
اشوفكم على فيديو جديد. اشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي. مع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. مع السلامة يا حبايبي. وادي الخرطة اهيت قطعتها اهيت طلعت معايا النتيجة دي، وهشة وجميلة اسفنجية ومستوية من جوه. اشوفكم على فيديو جديد. مع السلامة يا حبايبي. مع السلامة.